السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء أبو المجد. هنعمل مع بعض النهاردة الفراخ المشوية بطريقة سهلة جدا وبمكونات بسيطة، وعايزة أقول لكم طعمها تحفة، وكمان هنعملها في الفرن. يلا مع بعض كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف المكونات والطريقة. معايا شوية زيت ومعلقة خل، معايا باربيكيو صوص، ومعايا صويا صوص. لو مش عندك الصوصات دي مفيش أي مشكلة خالص، تمام، ممكن تستغني عنها. معايا كمان عصير ليمونه كبيره، معلقتين كبار من الصلصه، معايا 3 4 5 فصوص من الثوم حسب ما انت حابه، وبصلايه صغيره. معايا بقى كل التوابل اللي ظاهره معاكم دي: ملح وفلفل اسود، كمون، 7 بهارات، ثوم وبصل بودر، بابريكا وكركم وكاري. اي توابل عندك تقدري تضيفيها مفيش مشكله. هجيب الكبه بتاعتي بقى او الخلاط، او ممكن تبشري البصل وكمان تدقي الثوم وتحطي عليه البهارات وكل الحاجات دي ومفيش مشكله خالص. هحط بقى كل حاجه عندي في الكبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كل التوابل، وانا طبعا كتبتها لكم في الفيديو تقدروا تاخدوها سكرين شوت. وهحط الصلصه والليمون، معلقه كبيره من الصويا صوص، ومعلقه كبيره من الباربيكيو صوص، معلقه كبيره من الخل، وثلاث اربع معالق كبار كده من الزيت. هضربهم بقى مع بعض كويس جدا. كمان بحب اضيف بحب اضيف قشره نص ليمونه، بتدي مزازه حلوه جدا، تقدري تستغني عنها لو مش بتحبي المزازه. هضربهم بقى اخليهم ناعمين خالص خالص، تمام. معايا بقى الفرخه غسلتها كويس جدا ونضفتها حلوه قوي، وشلت منها كل حاجه تسبب الزفاره، تمام. هبدا بقى ان انا من تحت الجلد كده وانغزها بالسكينه واعمل فيها الفتحات دي عشان نوصل ليها كل التتبيله. انا فتحاها من الظهر زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى عليها من جوه كده بشويه من التتبيله، وادعكها كويس جدا واعمل لها مساج كده، اوصل التتبيله لكل مكان في الفرخه، برضو على الجلد وعلى الحته اللي هي فيها الصدر اللي احنا عملنا فيها الفتحات. وتشربي برضو الفرخه بالتتبيله كويس جدا. انا عملت الفرخه دي يوم كده تقريبا المغرب، وهسويها تاني يوم، تمام. خلاص التتبيله جاهزه معايا، هغطيها وادخلها التلاجة، تفضل عندي في التلاجة كده ليله كامله، تشرب بقى من كل التتبيله. عايزه اقول لكم التتبيله بجد رهيبه، جربوها هتعجبكم. وما تنسوش طبعا تحطوا لايك وتكتبوا لي كومنت حلو. خلاص هنا بقى ده تاني يوم. هبدا بقى ان انا اخد الفرخه بتاعتي زي ما هي كده على طول في الصينيه، لا احط ورق زبده ولا اي حاجه خالص، زي ما هي في الصينيه كده، وانزل عليها بباقي التتبيله. لا هنزود ميه ولا اي حاجه. وعايزه اقول لكم ان هي هتستوي في الميه بتاعتها، وهتنزل ميتها وهتستوي وهتبقى زي الفل. حطيتها خلاص في الصينيه. هبدا بقى ان انا اغطيها بورق فويل، وتغطيها كويس جدا، تقفل ورق الفويل كويس قوي عشان احنا عايزينها تستوي بشويه الصوص او شويه التتبيله اللي موجودين فيها والبخار اللي موجود فيها، تمام. هقفلها بقى كويس جدا وادخلها الفرن. مشغله الفرن من تحت بس، الرف اللي في النص، وهسيبها كده حوالي ساعه او ساعه وربع، هتبقى دايبه معاكي وتحفه. هشغل لها الشوايه تاخد اللون الجميل ده ونطلعها على طول. لو حابه بقى تدهنيها صلصه، تدهنيها صوص باربيكيو، تدهنيها شويه عسل او اي حاجه، مفيش مشكله خالص. انا ما دهنتهاش اي حاجه واخدت اللون الجميل ده. وعايزه اقول لكم ان هي ما شاء الله دايبه دوب وطعمها حلو قوي. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم جدا. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. واكتبوا لي كومنت حلو يشجعني ان انا استمر معاكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.